حرفيا كل قطمة منها هتوديكم في حتة تانية خالص. ميكس التتبيلة اللي عملناها للفراخ مخلي طعمها بجد رهيب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ خطيرة، تتبيلتها رهيبة جدا وكمان سريعة وما بتاخدش وقت ولا مجهود كتير، والميزة فيها انها بتطلع جوسي جدا وطرية من التتبيلة وطريقة التسوية. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف ازاي عملنا الطعامة دي. بس كالعادة حابة افكركم قبل ما نبتدي، ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للوصفة. ودي بقى الفرخة بتاعتي مغسولة كويس ومتصفية كويس جدا من المية، وهبتدي اقلبها كده علشان هفتحها من الظهر بمقص او اي سكينة حامية عندنا. هبتدي اشيل الجزء اللي في الظهر ده. الجزء ده مش هنحتاجه في وصفتنا النهاردة، بس تقدري تشيليها مع الهياكل وتقدري تعملي بيها شوربة في اي وقت. بعد كده هنيجي عند عظمة الصدر كده نخبط خبطتين بالسكينة، بس مش هنقطعها للآخر. بعد كده قلبتها وقصيت الأطراف بتاعة الجوانح وضغطت على الفرخة بإيدي كده علشان تتفرد معانا بالشكل ده، علشان تبقى كده زي الكتاب المفتوح. وكده الفرخة بتاعتي جاهزة، يدوب بس هاخدها اشطفها شطفة سريعة واسيبها تتصفى على جنب لحد ما اجهز التتبيلة. معايا عودين كزبرة خضرا مغسولين، هبتدي اقطعهم كده بالسكينة عشان افرمهم فرم ناعم. هحطهم كده في بولة وهبدأ احط عليهم التوابل بتاعتنا. حطيت معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة بابريكا، وحطيت عليهم معلقتين صغيرين زعتر مجفف، ورشة صغيرة من الشطة ودي اختياري، وكمان معلقتين صغيرين ملح، وعصير ليمونة كبيرة. لو عندنا زعتر فريش اخضر طبعا هنستخدمه، هيدينا نكهة اقوى وطعم احلى، بس لو مفيش هنستخدم الزعتر المجفف عادي زي ما انا عملت. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية من الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. لو الزبدة عندك في الفريزر او التلاجة هنطلعها نسيحها قبلها بوقت ونسيبها تاخد درجة حرارة المطبخ. وهبدأ اقلب الخليط كله مع بعضه كده، وكده التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة. عايزة اقول لكم احلى تتبيلة ممكن تعملوها للفراخ، وكمان تقدري تعملي التتبيلة دي مع الديك الرومي هيبقى خطير. هركنها بقى على جنب دلوقتي لحد ما اجهز معاكم باقي الوصفة. معانا 6 بصلات ويكونوا كبار كده حلوين، هقطعهم جوانح بالشكل ده. اساس الوصفة بتاعتنا النهاردة هو البصل الكتير، لكن لو حابين تضيفوا اي خضار تاني برضو مفيش اي مشكلة خالص. قطعت البصل بتاعي كله جوانح كده زي ما انتوا شايفين، وهحطه في اي بايركس او اي صينية بتدخل الفرن عندي، وهحط عليه رشة فلفل اسود ورشة ملح ورشة كمون، شوية صغيرين كده بس على قد البصل. وبايدينا ندعكهم كويس كده مع البصل لحد ما البصل يتفكك خالص من بعضه بالشكل ده كده، علشان ده هيكون الفرشة اللي هنحط عليها الفرخة بتاعتنا. بعد كده هناخد الفرخة بتاعتنا ونحطها على البصل بالشكل ده، وهبدأ اعمل بالسكينة فتحات في الفراخ كده تحت الجلد على الصدر وكمان على الورك وفي كل مكان في الفرخة. والفتحات دي هتسمح للتتبيلة ان هي تدخل كده جوه لحم الفرخة من جوه، ويبقى كل حتة في لحم الفرخة متشرب من التتبيلة كويس، ما تبقاش الفرخة من بره طعمها حلو وجوه اللحم مش متشرب من التتبيلة. وده طبعا هتدينا نتيجة احلى، هتبقى كل قطمة في الفرخة واخدة من طعم التتبيلة. وهبتدي اخد من التتبيلة واحط كده تحت الجلد في كل مكان عندي في الفرخة، على الصدر وعلى الورك، بين الجلد واللحم كده، لحد كده الدنيا سهلة وتمام وزي الفل. وبعدين هقلب الفرخة الناحية التانية واحط من التتبيلة كمان على الناحية التانية. عايزة التتبيلة تتوغل في كل حتة في الفرخة. وطبعا اساسي معانا ومهم جدا في اي تتبيلة، نبتدي بايدينا كده ندعك التتبيلة كويس جدا مع الفرخة، نعمل لها كده زي مساج علشان الفرخة تتشرب كويس اوي من التتبيلة. عايزة اقول لكم بالتتبيلة بجد ريحتها خطيرة وبتدي طعم حلو اوي للفراخ، والزبدة كمان هتديها طراوة فظيعة. بعد ما دعكنا الفرخة كويس جدا بالتتبيلة بتاعتنا، معايا 5 أو 6 فصوص توم، هحطهم مع الفرخة كده زي ما هما، صحيح مش هقطعه، علشان اللي بيتضايق من طعم التوم يقدر يشيله بسهولة كده وقت الأكل. وحطيت كمان كام طماطمية كده مقطعاهم على نصاص. واخر حاجة حطيتها كانت رشة من الروزماري المجفف، لو عندنا روزماري فريش طبعا هيدينا نتيجة احلى بكتير، بس لو ما عندناش هتعملوا زيي ونستعمل الروزماري المجفف. وكده خلاص مش هنضيف حاجة تاني. وبعدين اخدت ورقة من الزبدة نديتها كده بشوية مية وغطيت بيها الفرخة،
وعليها نغطي بطبقتين من الفويل، ونتأكد ان احنا قافلين على الفراخ كويس جدا. بعد كده هنسخن الفرن بتاعنا كويس، وندخل الفراخ اول ربع ساعة تكون على نار عالية لحد ما تبدأ تغلي كده. بعد كده هنخلي النار متوسطة لحد ما تستوي، وتقريبا هتاخد معانا من ساعة لساعة ونص على حسب حجمها، وهتكون استوت معاك وبقت زي الفل، وهتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله استوت معايا ومنزله صوص خطير. عايزين نديها كمان لون حلو من على الوش، فعملت صوص ندهنه على وشها كده. اخدت معلقتين زيت وعليهم نص معلقه بابريكا ورشه ملح، وهبتدي احط الصوص عليها، بس الاول هشيل الكزبره اللي على وشها علشان ما تتحرقش معانا واحنا بنديها لون في الفرن. هبتدي بالفرشه كده ادهنها بالصوص اللي احنا جهزناه. عايزه اقول لكم ان الصوص ده هيديها لون حلو قوي. بعد كده هنولع الشوايه يدوب بس 5 دقايق مش اكتر من كده، وهندخل الفراخ تحتها، وهتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الميزه بقى في الطريقه دي انها بتطلع الفراخ جوسي جدا وطريه. ريحه الزبده مع البهارات بجد عامله ميكس خطير، مديها طعم حلو قوي للفراخ. بصوا بقى شويه الصوص والبصل والطماطم المتكرملين دول طعمهم كمان احلى من الفراخ. حطوا الصوص كده في بولات صغيره وغمسوا بيها او حطوا منها على الرز بتبقى تحفه. وقبل ما تقدموها برضو خدوا من الصوص اللي نازل تحتها ودهنوها على وشها كده علشان تفضل بتلمع وشكلها جميل. اظن بقى مفيش اسهل ولا اسرع من كده. جربوها ان شاء الله تعجبكم، ومستنيه رايكم في التعليقات. كده الفيديو بتاعي خلص، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.